دي وزاره السياحه يا باشا. سيادة الوزيرة، يا سيادة الوزيرة، يا سيادة الوزيرة. سلامات ابو رزقه. الله، ازيك يا عم درويش؟ ازيك يا دكتور سامح؟ الحمد لله. يا ابو رزقه، عملت لي ايه في ودن الدب؟ قلبت لك عليها الدنيا والله يا عم درويش، بس هي شحه قوي اليوم. واحد يعمل ايه بس في الحموضه اللي هاريه بطنه دي؟ ولما الحموضه هاريه بطنك ما تجيلي الصيدليه، هدي لك كيسين فواره زي اللوز بدل ودن الدبه وبوز البطه والحاجات والكلام الفارغ ده. ودن الدبه والبطه والكلام الفارغ ده؟ طب ما انت جاي تشيله وتعبى يا دكتور. لا انا جاي اخد لبان ذكر وحجر جهنم كمان. حجر جهنم؟ لا جهنم يا مفتري. لا انت فاهمني غلط والله. لا انا فاهمك صح، انت عنتيل صراحه، واد عنتيل عنتيل. هبفوت عليك على الزخانه واخد كيسين فوار. ها حاضر. سلام. استنى بس يا عم درويش، اخبار اللابتوب بتاعي ايه؟ جميل حلو. هو ايه اللي جميل يا عم درويش وانا باخد رايك فيه؟ الجهاز عندك بقاله اسبوع عشان تغير له كارت شاشه. بقول لك جهاز جميل بس محمل. اللي دي محمل بلاوي بلاوي. يا راجل يا راجل، ده انت راجل متجوز يا راجل وعندك بنت على وش جواز. افرض البنت فتحت كده ولا ايه؟ عيب يا راجل. والله انت فاهمني غلط يا راجل عيب. والله فاهمني غلط. عيب والله. والله عيب. والله ابدا. ده انت دكتور غريب. لا. والله عيب. عيب قوي يا دكتور سامح. عيب. انا اسف. عيب يا سامح. حاضر. سلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا عم درويش، اهلا. فلت انت امبارح، سمعت المصنفات كانت عامله قلق في المنطقه، بس انت عرفت كنت ليه؟ انا طول عمري بشتغل في السليم، عمري ما اشتغل في حاجه مضروبه. امال قفلت ليه العصريه؟ مكشوف عنك الحجاب؟ مكشوف عني الحجاب. جالي هاتف في المنام قال لي الاجهزه هتاخد برد ولازم اقفل عليها. بعدين انت شاغل نفسك بالقصه دي ليه يعني؟ قفلت ولا فتحت؟ وانا كنت قفلت على صباعك؟ حاجه غريبه قوي يعني، حاجه غريبه حقيقي. سلام عليكم. عامة انا معديها لك بمزاجي. انا لو كنت عايز اخليهم يستنوك لما تفتح كنت خليتهم يستنوك، بس انا مراعي الجيره والعشره برضه. وانا مراعي انك مراعي، وربنا سبحانه وتعالى يقدرنا على رد جمايلك. اشوش خير بجد. دكتور سامح عاوز اللابتوب بتاعه يا شهاب. شاهل وخلصوا له يا شهاب. لسه ما لعبتش اللي عديه. عشان بتتفرج قبل ما تنقل. قلت لك 100 مرة قبل كده، التكمير قبل التفعيص. الله يخرب بيت فقرك. ايه ده يا شهاب؟ هو ايه ده؟ ده حته جديده كده استلقطتها، هنعمله من وراها مصلحه حلوه. ايوه يا شهاب، بس الحته دي يا ابني مش شبهنا. واحنا مكتوب على وشنا الصيني ده رزق عم درويش وربنا بعته، هنقول له لا؟ رزق عم درويش ربنا بعته هنقول له لا؟ ايوه، بس الرزق النضيف ده
عمره يعني مفكر يهوب ناحيتنا. الله يا ابني الحته دي ما يقلش تمنها عن 5000 جنيه. اديك قلت 5000 جنيه وتقول ايه بقى الشهب اللي وقعه ب 300 جنيه بس؟ اللي وقعه بكام؟ ب 300 جنيه بس؟ اقول له ان انا هخرب بيت اهلك لو ما قلتليش مين اللي جاب الجهاز ده. والنعمة العظيمة ما حد جابه، ده هو جه لوحده. جه لوحده؟ جه لوحده ولا الواد هيثم جه وزقه عليك؟ اعترفت يا هيثم يا ابن الكلب. طب اسمعنا بس يا عم درويش وانا هفهمك. ولا اسمع ولا نيل، انا قلت لك 100 مره قبل كده بدل المره 1000. اللي زي هيثم ده واي حرامي زيه ما يعتبش المحل هنا. مش عرفك بس ان هو سرق يا عم درويش، مش ممكن يكون شريب مجهوده؟ يلا احيه اجري انا اجري، هات لي منديل انا، هات لي منديل انا امسح الرياله اجري. عم درويش دي تجاره والتجاره حلال معروفه في اي حته. بعدين لو انا ما اشتريتش من هيثم مثلا يعني، ما هو 1000 شهاب غيره هيشتروا. 1000 اسم ملطوط ريحتهم وحشه. يا ابني يا ابني اعمل معروف، انا بحب امشي دغري، ما بحبش المشاكل. عم درويش الفرخه اللي ما بتنكش ما بتاكلش. وبعدين يا عم درويش انت عايزني دلوقتي اعمل ايه وانا اعمله؟ ارجعه تاني للواد هيثم؟ يا حبيبي ترجع للواد هيثم، ترجع للواد هيثم هقو. طب بتقول لي انا هقاوي يا عم درويش؟ بتتريق عليا؟ بقول لك ايه يا ولا، شوف البتاع ده يتفتح ازاي، لازم نعرف مين صحابه ونرده له. شوف ما انا فتحته قبل كده. فكيت منه الباسورد وقفلته تاني عشان البطاريه. وريه حته حلوه طبعا طبعا. عجبك مجايبي؟ ايوه يعني، بس البتاع ده يعني مفيش اي سكه نعرف مين صحابه. بص احنا نقلب بقى، ممكن نبدا بالفيسبوك. افتح الفيسبوك. دكتوره ناديه ابو العزم. اهو ربنا ظهر الحق، طلعت دكتوره وناديه بالعزم. اسم فيلا القصور يا عم درويش. هتلاقي ست مليانه ومريشه وصاحباتها قالوا لها خلاص يا دكتوره ناديه ابو العزم، فداك يا دكتوره ناديه ابو العزم. هتلاقيها جابت 3 غيره. جابت 3 غيره بس هتبلغ عن ده، ولو بلغت عن ده هنبقى كلنا معكوكين. الله يخرب بيتك. بص هنرجعوه، يعني هنرجعوه. رجعوه ازاي وانت واخده كده يا عم درويش؟ انا هاخده افحصه بقى، اطلع منه اي اسم، اي رقم تليفون، اي عنوان، المهم نوصل لاراضي الست الدكتوره دي. بقول لك يا ولا، هي الصور هنا فين؟ الصور؟ هي الصور. الصور برضه هتعرفك العنوان. ما تهضمش، بقول لك الصور منين؟ تقول لي الصور منين؟ الصور منين؟ الصور موجوده فين؟ هنا اهو. وريني. ايه الصور اهي. الجاليري. فاكرني جاهل؟ الجاليري. الجاليري فين؟ في الجاليري بس في الجاليري. ريتنا كنت قلت الجاليري. احبك. الله 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 يا نابل، بتتلوى كده ليه؟ كيو حبيبي، كيو حبيبي. الله يا راجل انت بتقف على بعضك. انت اتحبلت ولا ايه؟ كيو حبيبي. يا سي نبوي، تحب اجيب لك الجمبري لوحده والملوخيه لوحدها ولا تحب الغوصهم لك على بعض؟ ايه ده؟ القنطس. قنطس؟ ده تايه على القنطس. لغوصيهم على بعض. عيني. مش هتبطل الوساخه اللي انت فيها دي بقى. ايه قنطس دي؟ دي اللي بتعمل لي كل حاجه. وتغسل لي الهدوم وتطبخ لي الطبيخ. دي الهاوس كير. الهاوس كير. البقين الحمضانين دول تطرطش بيهم على حد تاني. لعلمك بقى طوب ارض الماكس كلها عارف المليطه اللي انت فيها دي، وساكتين عليك عشان خاطر شبتك يا نبوي. يا نبوي عيبه. لغوصه ايه؟ ده انت لو لغوصت تروح في 60 ده هتجيلك سكته قلبيه. الله يخرب بيتك. ده جبل، ده جبل يا ولا. ده انا محترم وراجل حر. انت راجل ناقص، والله راجل ناقص. ولعلمك بقى الواد شهاب ابنك عارف انك ناقص، وعشان كده ما بيرضاش يبص في خلقتك ومقاطعك، مش عايز يشوفك.
بدل ما تعلمه بر الوالدين. بر الوالدين كنت انت حسن تربيته عشان يبرك. انا مربيه احسن تربيه. فعلا مربيه احسن تربيه. احسن تربيه انت مربيه فيها طبعا. لو كان متربي كويس زي ما انت بتقول ما كانش بقى يشتغل في الحاجات المسروقه يا بني ادم. بقول لك ايه، لو عاوزني اتغدى معاك بنتي تفضل جوه مش عايز اشوفها، فاهمني؟ ده هي اللي طبخه الطبيخ. طبخه الطبيخ مش طبخه الطبيخ، تاخد منابها وتتكل على الله. ولا انت ليك شوق في حاجه تانية يا نبوي؟ لا ولو ليك شوق في حاجه تانية ده انت تضيع يعني. ده انا من جيدك الله يخرب بيتك. ولعلمك بقى خليها تخلي الملوخيه لوحدها والجمبري لوحده، عشان انا ماليش في اللهوصه دي. ماشي؟ ماشي يا نبوي؟ ماشي. ماليش حاجه كده 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 تلوى على ايه؟ الله يخرب بيتك. المحل ده مش بتاعي، ماليش دعوه بالنسخ المضروب والافلام السكس بتاعت عم درويش. بتاعت انا، الافلام السكس بتاعت انا. طب يا باشا بتدوروا على ايه وساعدكم؟ طب حرام عليكم، محل ملوش ذنب. انا بني ادم زيكم على فكره. ايه البصه دي؟ ايه دي؟ الحادق. تسلم ايديك يا انطس. ما انا سايبك ساعه بتقلب في الموزس. يا واطي يا واطي، انا بحاول الاقي حاجه تدلني على اصحاب البتاع المسروق ده. طب ما تسيبني اقلب معاك. لم نفسك يا نبوي، لم نفسك بدل ما لمك. عليا النعمه ما كنت بخاف من ابويا قد ما بخاف منك. فين التاب يالا؟ طب ما انا قلت لكم من الاول يا باشا، قلت لكم بتدوروا على ايه وانا هساعدكم. اسالني هساعدكم والله هساعدكم. تاب يا باشا. طيب تاب ايه ده؟ منظر محل خشوا تاب. احنا مكتوب على وشنا الصيني، يعني اخرنا تاب صيني من ابو ال 600 جنيه. انا افتكرت يا باشا، افتكرت مسدس ده بيفكر. احنا فعلا جالنا تاب. حتى انا استغربت جدا، قلت هو التاب ده مين اللي جابه؟ قام صاحبه قال لي بتاعنا. قلت له طب انت عايز ايه يا صاحب التاب ده؟ قال لي فك لي الباسورد. قلت له هفك لك الباسورد. فكيته بالفعل والحمد لله العمليه نجحت. وراح قال لي جدع شاب وراح اتكل على الله. النعمة العظيمة ما اعرف، والنعمة العظيمة ما في تاب جاي يا باشا. ايه لازمته الفيلم الاجنبي ده؟ ايه يا عم شو زنكر؟ طيب يعني بسم الله ما شاء الله دي كوضع ضغط المكان وبسم الله ما شاء الله. يعني لو كان في اي تاب هنا كان قال انا اهو. انت عارف يالا لو طلعت بتكدب عليها هنعمل فيك ايه؟ وانا اعرف منين؟ ما انتوا اللي هتعملوا. بس انا ممكن اتوقع. هتموتوني؟ احنا مش طيبين قوي كده. هتقتلوني؟ يلا يلا ايه؟ هتعملوا ايه تاني؟ هتعملوا ايه تاني؟ ايوه يا باشا، ما لقيناش حاجه. تمام يا ريس، مستني الرساله. مع السلامه. الشاي يا سي نبوي. طب روح انت وانا هاجي اساعدك. نبوي اساعدها بجد. سيدة بيه انت فيك حيل تساعدها. يا راجل يا راجل، دي انطس دي هتتصدم فيك صدمة عمرها. اي والله هتتصدم فيك صدمة عمرها. دي كهربا يا ولد، كهربا. يا شهاب. ايه يا نهار ابوك اسود. طب اقفل انا جاي.
ما تيجي يا قنطس. انت بتعمل ايه؟ بغسل الصحون يا سي نبوي. ده واجب عليا، انا اللي اغسلهم احد. وبعدين يا درويش، هو ده وقته؟ لا منك ولا كفايه شرك. ايه ده؟ ايه انتوا مين؟ معاك اذن نيابه؟ اوي ما تصوتيش، وراك راجل. انا عيل يا بنتي، انا عيل. الله يخرب بيتك يا شاب، الله يخرب بيتك يا شاب. يا نهار اسود، دي الشاشه اللي هناك دي خلاص اتكسرت. هو الكيسه دي مفيش حاجه سليمه؟ مفيش حاجه سليمه لمها؟ انا سليم يا عم درويش الحمد لله. انت تخلص خالص، والله فداك. اخلص خالص، ما تفتحش بقك. انت قص البلاوي دي كلها. قلت لك من الاول، انا قلت لك من الاول اخر الطريق اللبش وحشه. ما صدقتنيش، ما سمعتش كلامي. اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه دلوقتي؟ سامحني والله يا عم درويش، واستهدى بالله كده. انا ما بحبش اشوفك كده يا عم درويش والله. اقول لك اخصمهم من مرتبي. مرتبك ايه يا جزمه؟ يا جزمه يا ابني، مرتبك ايه؟ مرتبك احسبه. والله لا، شوف انت حلال فيك ابوك، حلال فيك ابوك. الله يزعل معاك يا عم درويش. كنت اقعد معاهم، سيلهم، شربهم شاي، قول لهم هجيب لكم التاب. كلمني. هما جايين نخطب اختي، انت ما شفتهمش يا عم درويش. وبعدين انا دول لا يمكن يكونوا اصحاب العباد، دول لا يمكن يكونوا تبع الدكتوره المحترمه اللي احنا شفنا صورتها. دول دخلوا شخرموا المكان زي التران. شخرموا المكان زي التيران؟ ايه؟ داخلية يعني؟ لا يا عم درويش مش داخليه، الداخليه بتشد بعد كده تنفخ. دول دخلوا نفخوا على طول. نفخ على طول؟ تبع ايه دول يعني؟ معرفش. تعرفش؟ مش ناقصك يا نبوي، مش ناقصك. كنسل عليا، اطلبه تاني. وانا دايما لما بطلبه هو يكنسل. اطلبه تاني. ما هو هيطلبني. اطلبه. حاضر. غير متاح يا بيه. ايوه يا باشا. تمام يا ريس، يلا يا رجاله. وعليا. عم درويش ايوه، الحمد لله لقيت ماوس شغال اهو. الموز سليم. بس هو الموز اللي سليم. حسبي الله ونعم الوكيل. ده ابويا بالطاسه، شكله عاوزك انت. لا عارفه، نبوي مش هيبطل زن. نبوي خير، نعم، اتفضل قول، عايز ايه؟ كده يا درويش كده بعت له مصايب تبهدلني، يبهدلوني في بيتي. ده جزاء ان انا عزمتك عزومه كويسه على الغدا وضيفتك في بيتي. ايه ضيفتك في بيتي وعزمتني على الغدوه؟ ايه اللي حصل؟ فيها نبوي. بس يا قنطس ما تعيطيش، وانا كنت هخلي واحد يلبس شعره من شعرك، ده انا كنت ذبحته. انطس ايه وزفت ايه؟ ايه اللي حصل يا نبوي؟ 3 بغال استرالي قلبوا البيت ودغدغونا، كل ده عشان الزفت اللي كان في ايدك. يا نهار قطران، وعملت ايه يا نبوي؟ اديتهم اسمك وتليفونك وعنوانك، وبدعي ربنا انهم يصدقوني. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. في يا عم درويش الجماعه اللي جولك هنا وقلبوا المكان راحوا لابوك يدوروا على التاب. احيه، ده بتاع كده مرصود. مرصود يعني ايه يالا؟ مرصود يعني في جهاز تاني بيتابعه وبيعرف مكانه على الخريطة. البتاع ده لازم يتقفل ونقط من هنا. كنت نروح فين يعني؟ في أي داهية، أي حتة. أنت ما شفتهمش، أنا شفتهم كلهم. دول وحوش يا عم درويش. ده في واحد منهم رفع كيسة بصباعه. رفع الكيسه بصباعه؟ اه بصباعه؟
طب بتعمل ايه يا عم درويش؟ بقفل على الحطام اللي جوه ولا هيبقى موت وخراب ديار. طب انجز انجز يا عم درويش، انجز يا عم درويش. في ايه؟ الخراب وصل لحد هنا، انجز يا عم درويش. يا نهار طين. نط يلا. راح فين يا شهاب؟ ساعة كده تمنع هنشم هوا ونيجوا بسرعة. 30 جنيه يا شهاب. انا هشتريه. ورا التوك توك ده. خش يمين من عند فتح الفتاني. حاضر. لسه ورانا يا عم درويش. اطلع على السوق ما تخافش. الحتة دي مش هتعدينا يا عم درويش. هتعدي. مش هتعدينا. هتعدي. مش هتعدينا. بص هتعدي. عدي طلعت عدي. الله عليك يا عم درويش، جبتها منين دي تسليكه رفع الابره. كل ابره وليها خرم. يا نهار اسود. اطلع اطلع اطلع. ما انا بطلع اهو. يا سادة. انا مالي طيب؟ كده حاجه مسروقه ليه؟ خلاص يا عم درويش. كده حاجه مسروقه ندمان، ليه؟ استغفر الله العظيم يا رب، ندمان. ندمان؟ خش وراه، خش وراه يمين. عدي من تحت الوجه. عدي. 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 اسحب. هم لسه ورانا برضه. اسحب. خش جوه الهرم. مش هينفع. خش جوه الهرم. خش يا وش المصايب. حاول. وراه ما تسيبوش، خليك وراه. رايك يا عم درويش؟ عذبناهم. المهم دلوقتي هنعمل ايه بقى بعد المطاردة الجامدة دي؟ رايحين لجلاب البلاوي. الحيوان اللي اسمه عيسى ده نلاقيه فين؟ انت اكيد عارف. اللي انا اعرفه ان هو بيقف في دروة كده في ابو قير. ديره في ابو قير؟ اه يلا على ابو قير. ماشي ابو قير. اموت واعرف انتوا بتتلموا على الاماكن الزباله دي ازاي ولا شهاب؟ ولا انت متعلم ولا ومعاك دبلوم حاسب آلي. الله يخرب بيتك. دبلون حاسب آلي؟ دبلوم حاسب آلي متعلم. خدت جايزة يعني يا عم درويش؟ واضح ان فكرتك عن التعليم بايظة خالص يا عم درويش. بعد اسمه واحد ابوه بالمنظر ده عايزه ايه؟ يطلع صيدلي؟ الحمد لله ان انا ما طلعتش تاجر مخدرات كبير. النضيف نضيف لنفسه ومن جواه، ملهاش دعوه بقى ابوك بيعك ايه، امك بتغسل فين، ملهاش دعوه. انت ليه محسسني ان انت خريج مدارس رهبات يا عم درويش؟ يعني انت ما اشتقيتش زمان؟ مفيش حد ما اتشقاش يا ابني. النضيف بيتشقى والسوي بيتشقى، بس هي شعره لو سهيت عنها واتقطعت هتفضل سوي طول عمرك. السلام على الحكم يا عم درويش، ده انت شكلك الشقيق جامد قبل ما تيجي الماكس. هلا انت صحيح انت منين اصلا يا عم درويش؟ بس انا وعيت عليك لقيتك في وسطينا يعني. بس انا سالت ابويا قال لي ان عم درويش مش من الحته اصلا.
كنت في الدنيا. في الدنيا فين على الخريطة؟ انت هتفيشني انا. ما تشوف الزفت ده فين عشان نخلص من المصيبه اللي معانا دي. مش معاك نمرته؟ ما تكلمه. معايا نمرته يا عم درويش، بس لقد نفذ رصيدكم. نفض رصيدكم؟ ده انت ما بتكلمش ابوك يا معفن. ايه ده؟ ايه ده؟ في يا عم درويش؟ يظهر الموبايل بتاعي وقع مني واحنا بنجري. في داهية، فداك يا عم درويش. يعني هيكون زي اللي راح. دلوقتي الواد هيثم معفن هيجي ونستلقط لك منه حته اس 5 صفاير 50 جنيه. النظام على بسه. بقول لك ايه، هو النهارده الواد هيثم ده هيبان ولا في البرطمان؟ هو لو عوق عن ساعة كمان يبقى نط في البرطمان، انما ظن يعني انه قبل كده هيبان. امان. حط لنا حلاوه على الكستبان. يا عيني. حلاوه على الكشتبان وطال في البرطمان. تتكلموا بالقافيه صياعه يعني. شوف يا جاتكوا عم، نيله في تفاهتكم. لازم برضه تعرف يا عم درويش، كل محيط وليه لسانه. الولد هيثم معفن اهو. تعالى يا هيثم، تعالى تعالى هنا، ما تخافش. ولا هيثم تعالى هنا، ما تخافش. لا انا خايف. ما هو انا بقول لك ما تخافش اهو. على فكره انا فايت فرهد ومش ناقص تلطيش، وعلى فكره المعلم بتاعك ده ايده تقيله قوي. لا خفت خالص اهو، شفت؟ خفت خالص. بعدين انت في حمايتي ما تقلقش. ماشي. عم درويش عم اديله الامان. ماشي. انا مش همد ايدي عليك مع انك تستاهل تقطيع صداغك، فاهم؟ قول لي بقى، البتاع ده سرقته منين؟ انا البتاع ده ما يخصنيش ولا عمري مره شفته. ولا عمرك شفته قبل كده؟ انا مالي، انا مالي يا عم درويش، وانا مالي انا. مش انت مديله الامان؟ نطقه. ماشي نطقه. ماشي ماشي، حكيت له على كل حاجه. انت بتتغابى هنا، جاي تتغابى هنا. انت سرقته مننا يا هيثم. ما انا سرقت حاجات كتيره ومش فاكر. ثواني يا عم درويش، ثواني يا عم درويش، هنفكر. ما تفتكر اهي، افتكر اهي. حاضر. انا شقطته من العربيه اللي كانت في البنزينه اللي قبل البوابات. شوف وحياة امك، شوف وحياة امك ما هسيبك الليله دي غير لما تدلنا على السكه اللي نرجعوا بيها المصيبه دي لاصحابها، والا وعهد الله. شوف وعهد الله، وعهد الله. عم درويش بص كده، بص عليه على التلفزيون. وقد أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة نادية أبو العزم في المؤتمر الصحفي أن خطة الوزارة في المرحلة القادمة تتضمن افتتاح العديد من المراكز. دي طلعت وزيرة الصحة. وزيرة؟ انا مالي يا عم درويش. وزيرة؟ انا مالي انا طبعا يا درويش. وانا مالي الا وزيرة. مالي الا وزيرة. احي هنعمل ايه؟ وزيرة. بس تعرف هلا شهاب اكيد الجهاز ده مليان بلاوي عشان الناس دي كلها تتسعر عليه. طب احنا نعمله ايه دلوقتي؟ نروح نرجعه الجهاز للواد فيصل؟ ولا بقى ندوروا على البلطجيه ونرجعه لهم؟ ولا اقول لك احنا نروح نوديه في الداخليه وهم يتصرفوا براحتهم؟ لا داخليه، لا انا ما اروحش الداخليه برجليا. ليه يا عم درويش؟ يتلككوا لي على اي حاجه وانا راجل كبير يا شباب، انا مش حمل بهدله. خلاص يا عم درويش، احنا نرمي البتاع ده في اي داهيه. اقول لك نرميه البحر. يا سلام، يا جماله، يا حلاوته. بركه في ابوك يا حبيبي. اداهم اسمي وعنواني ورقم التليفون، واكيد عرفوا الطريق لينا، واكيد مش هيسيبونا في حالنا ابدا. الله، انت بس ده في وشنا ليه يا عم درويش؟ طب احنا نعمله ايه دلوقتي؟ هو دلوقتي مفيش غير حل واحد بس. دلوقتي احنا الجهاز ده عارفينه بتاع مين. صح. نروح نرجعه لصاحبته. ودي وزيره بقى، وزيره يعني هتأمننا. كله يبقى تمام لما تعرف ان احنا ناس جدعان وناس امنه، وجايبين لها الحاجه بتاعتها لحد عندها في الوزاره. مفيش حل غير كده، مفيش حل غير كده. نروح لوزيره في الوزاره. جاتك جايه، كدلت دراعي بنومتك عليه.
طول عمرك حنان يا عم درويش. المهم احنا هنركب لحد وزاره. احنا هنطلعوا الاول على الدقي، نغيروا ريقنا بشقتين فول كده فيهم الشفا. شقتين فول ايه بس يا عم درويش؟ ما تخلينا نقضي مشوارنا الاول عشان نروح فايقين. يلا على الدقي، يلا يلا يلا. ايه رايك بقى؟ شويه فول عجب عجب. يعني مش قوي، الفوله ناشفه والطحينه اخضر ريحتها، اما ده احمد برقبته. طب ماشي، ارجع يا عم، خد يا عم فولك. بس يا عم درويش ايه؟ قلت ما قلتش مش هاكل انا. هحلو مع الاكل. اوعى ايه؟ راح فين يا عم درويش؟ ازيك يا باشمهندس؟ اهلا، ازيك يا عم درويش؟ عاش من شافك. تعيش يا حبيبي. اخبارك انت ايه؟ كله تمام الحمد لله. ايه طالع الشركه عندنا ولا ايه؟ لا انا كنت ماشي جنبك كده لمحتك، قلت اجي اسلم. فيك الخير والله يا راجل يا طيب، فيك الخير. الله يخليك. طب ايه مش محتاج اي حاجه للسايبر؟ لا ان شاء الله السايبر هيبقى محتاج حاجات كتيره قوي الفتره اللي جايه، وان شاء الله طبعا يعني كل الخير. ماشي يا عم درويش، بس احنا اتطورنا قوي اهو ما شاء الله، يعني تابلت وحركات. لا ده مش بتاعي، ده امانه وهرضه لاصحابي. ماشي يا عم درويش، عموما لما تحتاج اي حاجه للسايبر شيل من دماغك موضوع الفلوس، يعني مكانك. ده العشم يا حبيبي، ده العشم. مكانك يا عم درويش. بعد ربنا اذنك. يخليك. بعد اذنك. السلام عليكم. اتفضل يا باشمهندس. مين ده يا عم درويش؟ ها؟ ايه؟ بقول لك مين الراجل اللي انت سبت لي انا ورحت وقفت معاه؟ ايه سبتك انت يعني؟ ايه سبتك انت؟ ده الباشمهندس طارق اللي بنشيل منه برامج الحمايه بتاعت السايبر، فهمت؟ يا رب انت فاهم يا عم درويش. طب احنا في ايه ولا في ايه؟ اما نخلص المصيبه اللي احنا معانا الاول دي وبعد كده نسلم على المعارف بقى. كلت؟ لا لسه. لسه؟ طب الحمد لله. يلا الحمد لله. يلا الحمد لله. يلا بس. الحمد لله. ليه؟ يلا. ليه طيب ليه؟ دي وزاره السياحه يا باشا. الف شكر. أوه. ايه مش هتيجي معايا ولا ايه؟ اجي معاك ليه؟ انا مش طموح اقابل وزراء يعني. خايف من ايه يالا؟ ما تيجي معايا. اجي معاك ليه يا عم درويش؟ بس سلمني عليها انت. خلي بالك من نفسك، وانت بقى لو خرجت سليمه بعد عليا انا اقعد استناك في اي قهوه. لا اله الا الله. محمد رسول الله. ده ايه النزاله دي؟ ده انت ما سبتش حاجه من ابوك. روح روح. ايه على فين يا حضرتك؟ عايز اقابل معالي الوزيره. اتكل على الله. اعمل معروف، اصل انا معايا امانه تخص الوزيره يعني. نعم. زي ما بقول لك يعني معايا امانه تخص الوزيره. وايه بقى هي الامانه دي ان شاء الله؟ وانا لما اديها الامانه هبقى احكي لها الحكايه يعني. ده على اساس ان معالي الوزيره عيني فاضيه تسمع حكايتي. اتكل على الله لو سمحت. اخلي المدخل يا حسين. يا عم اعمل معروف، يا عم اعمل معروف. تمام يا فندم علم. لو سمحت اتكل على الله بعد اذنك. اعمل معروف. يلا لو سمحت. ايوه اعمل معروف يا عم. اتفضل يا عم اعمل معروف يا عم. اتفضل لو سمحت. ايوه لا اله الا الله. يا معالي الوزيرة، يا معالي الوزيرة، يا دكتورة، يا دكتورة.
وقف. رجع بقى شويه. بس. وش زوم. بس. هو ده الراجل ده انا عايزه. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طلع واقف سليم يا رب، إن شاء الله سليم. بإذن الله خير يا رب العالمين، بإذن الله. في جديد؟ لسه في العمليات، ربنا يقومها بالسلامه ان شاء الله. مش مصدقه اللي حصل يا حازم، انا لسه كنت بكلمها من 3 ساعات كانت كويسه، فجاه نبقى هنا. الحاجات دي يا بنتي ما فيهاش فجأة، ما فيهاش ازاي خالص. احنا عايشين في ظروف ما يعلم بيها الا ربنا. ظروف ايه بس يا انكل؟ امال فين الحراسه والامن؟ لو ما كانتش وزيره كان ايه اللي هيحصل؟ ريتها ما قبلت الوزارة، ما جالناش من ورا الوزارة دي غير مشاكل وجع القلب وتعب الدماغ ودي اخرتها. انا مش متخيله اللي هيحصل لي لو ماما جرى لها حاجه يا حازم. ان شاء الله ما تقوليش كده. لا يا بنتي لا ان شاء الله ما تقوليش كده. مثلا واقف سليمة. سامع العمليات ان شاء الله بتبقى زي الفل. سليمة. ولاد الكلاب اللي عملوا كده هنجيبهم. ان شاء الله. يا حازم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طمني يا بنتي خير باذن الله. انا عايز النشره يبقى اوصاف الراجل ده تلف كل المديريات والاقسام ونقط الشرطه اللي في الجمهوريه. ان شاء الله يا فندم هنجيب قراره في اقل من 24 ساعه. في 6 ساعات يا وائل، في 6 ساعات. 24 ساعه دي نكون بنقرا فاتحه على روحه. حاضر يا فندم. فات منهم دقيقتين. حاضر يا فندم. يا كريم اهدى شويه وبطل تافور. اهدى؟ انت هتستهبل يا اشرف؟ وزيره تتفجر قدام الوزاره بتاعتها وتقول لي اهدى؟ البلد بقت ملطشه. يا عم ولا ملطشه ولا اي حاجه، بس لازم نهدى عشان نفكر ونشوف هنعمل ايه. يا ابني نهدى ونفكر دي لما نبقى طالعين رحله وادي الريان. لازم يبقى في اجراءات واجراءات سريعه. انا ما اعرفش يا اخي انت جايب البرود ده منين؟ ابوك الله يرحمه يعني يوم ما كان بيمسك قضيه كانت الوزاره كلها بتولع. عشان كده الله يرحمه جاله الضغط والسكر والقلب قبل ما يكمل 50 سنه. ولو بس ما كانش في قضيه بتقف قدامه. يا عم اهدى احنا لسه بنقول يا هادي. لازم يبقى في اجراءات، لازم يبقى في اجراءات يا اشرف. يا عم في اجراءات، احنا بنحقق مع كل طاقم الحراسه عشان نعرف مين فيهم اللي سرب خط سر الوزيره، وبعدين بتوع المعمل الجنائي شغالين، اول ما يخلصوا هيبعتوا لنا التقرير، وكل رجالتنا لما كل عيال مسجله دول لوحدهم حوالي 2200 واحد، يعني في اجراءات اهو شغاله. وده يا اشرف ده لازم يتجاب، انا متاكد ان ده ورا كل اللي بيحصل. هنجيبه ما تقلقش. هنجيبه. جو النشرات والمديريات ده اللي ما بيخلصش، ها؟ وكل ثانيه بتعدي بتدي فرصه للمتهم ده انه يهرب. في دي عندك حق. طب ما انا عارف ان انا عندي حق، هنعمل ايه بقى يا عم اشرف؟ يا عم في ايه؟ اهبط بقى شويه كده، اهبط. ايه يا اشرف في ايه؟ انت خدت عليا قوي. يا كريم احنا قاعدين لوحدنا. ولو يعني ده ما يديكش فرصه ان انت تعمل كده. ماشي يا سياده المقدم، ممكن حضرتك تهدى شويه بقى؟ هتقفش بقى وانت في ايه؟ هتسيبني افكر لوحدي ولا ايه؟ يا عم انا ولا قافل، انا بفكر، اديني فرصه ان بص احنا هنخلي 90 مليون مواطن شريف هم اللي يدوروا معانا. ده ايه الحظ النحس ده؟ واحد حرامي تافه يسرق سرقه ويلبسها لي ويطلع عليا ناس بلطجيه. ايه ده يا عم درويش؟ بص يا عم درويش، بص على ايه؟ ده انت طالع في التلفزيون في الشاشه اهو يا عم درويش. يا راجل الله. امال ايه ده يعني؟ امال انت مش طالع معايا ليه يالا؟ لا مش طالع معاك، بس هم بيحطوا في المحلات دي كاميرا بره كده يا عم درويش علشان يعني ايه يشوفوا الناس اللي تسرق حاجه بتاع، فبتعرض الناس لايف. امال انت فين؟ انا مش جنبي ليه يالا؟ جنبك اهو يا عم درويش، اصل في فرق تاخير يا عم درويش زي كده البث بتاع يوتيوب. بس ايه يوتيوب ايه؟ طب انت مش واقف جنبي؟ اهو صورتك مش طالعه ليه؟ انا ما اعرفش الكاميرا اللي بايظه بقى، انا مالي. طب ايه مش في راجل بيتكلم فوق؟ وايه الشريط بقى اللي تحت ده؟ الجهات الامنيه تنشر صوره المتهم بتفجير وزاره الصحه
وتناشد المواطنون بالبحث عنه. عنك عنك انت يا عم درويش، بيقولوا عليك ارهابي. صحيح. والله يا سياده اللواء ده انا حفيت على بال ما لقيت له الوظيفه دي في السيرك، اللي هو يعني يقطع تذاكر وكده. وبعدين لقيته جاي لي وبيقول لي يا بابا انا عندي طموح. قال ايه بسلامته عايز يركب فسبه ويوزع الاكل اللي هو من المطاعم للبيوت. لا مؤاخذه يا باشا انا دوشت سيادتك، بس يعني هو بفضفض معاك من غلبي. وقد أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن المشتبه به كان يحوم حول مقر وزارة الصحة قبل التفجير بدقائق، وتم التقاط صورته من خلال كاميرات المراقبة وهو يقوم بعملية التفجير، وجاري البحث عنه حالياً. يا دين ده تعرفه ده يا باشا؟ عرفه. ايه اللي عرفه؟ يا دي القرف. ايه مالك يا فهيم؟ البنت الصحفيه المعفنه دي مفيش فايده فيها. ايه انت مش سلمتها العظمه اللي كانت طلعانه فيها؟ هي عظمه واحده بس سعادتك، ده انا رامي لها شويه العظم. بس هنعمل ايه؟ يعني ماسكه في العظمه ببقها ولسه بتهوهو. ده احنا عاملين عندهم اعلانات اكتر من نص مليون جنيه في السنه. وريني يا سيدي، وريني الخبر. لا مش ده سعادتك، ده اللي فوق ده. اقف. خير يا باشا، في ايه؟ فهيم الغي لي كل مواعيد النهارده. وقد أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن المشتبه به كان يحوم حول مقر وزارة الصحة قبل التفجير بدقائق، وتم التقاط صورته من خلال كاميرات المراقبة وهو يقوم بعملية التفجير. وجاري شفتي قعدتي تفكريني بالانفيتيشنز دي كام مرة برضه نسيتها. يا ماما مركزة في ايه قوي كده يا ماما؟ حضرتك شايف إن دي عملية إرهابية منظمة ومن جهة معينة، ولا ممكن اعتبارها حدث إرهابي عشوائي؟ عشوائي؟ عشوائي ازاي؟ دي وزيرة واكيد مستهدفة، واكيد المشتبه فيه اللي بتدور عليه وزارة الداخلية مجرد أداة للتنفيذ. ده الدنيا مقلوبة على الحادثة دي. طيب يهمنا أن نذكر السادة المواطنين ببيان وزارة الداخلية اللي نشرت فيه صور المشتبه الأول في عملية التفجير بعد ما لقطته كاميرات المراقبة بمحيط الوزارة. ده عم درويش. نعم. اهو يا ماما عم درويش ده. انت تعرف الراجل ده يا طارق؟ اه طبعا. تعرفه من امتى؟ لا من زمان يا ماما، من 5-6 سنين، ده من اول ما فتحت الشركه تقريبا. بس مش ممكن يكون هو اللي ورا الحادثه دي، ده راجل طيب وغلبان جدا. انت تعرفه منين اصلا؟ مش شغل يا ماما، الراجل عنده سايبر في اسكندريه. اول مره جالي كان جاي ياخد مني سويتش وكابلات وسوفت ويرز، وبعد كده بقى يعدي من وقت للتاني ياخد حاجه يسلم. لكن لسه عندي النهارده الصبح. ايه؟ في حاجه غلط يا ماما، مش مصدق الكلام ده. مستحيل عم درويش يعمل كده. وقد أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن المشتبه به كان واضح ان الداخليه شايفه شغلها كويس قوي. ربنا يعينه. وتم التقاط صورته من خلال كاميرات المراقبة وهو يقوم بعملية التفجير. حبيبتي وجاري البحث عنه. باباكي كلمك. رديت عليه؟ لا ما لحقتش، عبال ما طلعت الموبايل من الشنطه كان هو قافل. بس قلت بقى انت تتصلي بيه احسن. يا بابا لسه في العمليات، ما اعرفش حاجه. لا لسه ما حدش قال اي حاجه.
انا مش كويسه. هو انت هتيجي امتى؟ ماشي، حاضر حاضر حاضر، هبقى اطمنك. اكيد غصب عنه. هو دايما غصب عنه على فكره، دايما جدول عملياته مشغول، دايما الجامعه ما بتقدرش تستغنى عنه، دايما في مشكله في تذاكر الطيران. ايه الجديد يعني؟ ماما بتموت، عادي يعني عادي. ما تقسيش عليه كده يا بنتي، باباكي وراه التزامات كتير ومسؤول عن ارواح ناس، ومش معقول هيسيب عمليات وينزل فجأة كده. واللي بين الحياه والموت دي ملهاش حق عليه ولا ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقدم كريم زغلط، امن وطني. مش مهندسة نهلة صح؟ ايوه. وحضرتك اكيد دكتور منتصر الالفي مساعد الوزير. مظبوط يا ابني. انا مش هاخد من وقتكم كتير، هما كام سؤال محتاج اجاباتكم عليها عشان نبدا نتحرك بسرعه. حضرتك عندك اي فكره اذا كانت وصلت تهديدات لسياده الوزيره في الفتره اللي فاتت بشكل مباشر او غير مباشر؟ نعم. ايه يا فندم؟ السؤال مش واضح، اعيده تاني. هو انت هنا بتعمل ايه؟ يعني ايه بعمل ايه؟ بشوف شغلي. انت جاي تشوف شغلك دلوقتي؟ شغلك ده كان المفروض تشوفه قبل الحادثه. انتوا المفروض موجودين عشان تامنوها، مش تستنوا لما المصيبه تحصل وبعدين تبتدوا تفوقوا وتشوفوا شغلكم. حضرتك فاهمه غلط. التامين ده اداره حراسات، ده مش موضوعي خالص. انا مسؤوليتي ان انا ادور على اللي عمل كده واجيبه. ايوه يعني اللي عمل كده موجود هنا دلوقتي؟ انا مش فاهمه انت هنا بتعمل ايه، مش قادره افهم انا. انت بتكلميني كده ليه؟ شكلي مش عاجبك مثلا؟ اروح واجيب واحد كبير يكلمك ولا ايه؟ بيتهيألي يا فندم ان الوقت مش مناسب ابدا ان احنا نتكلم في حاجه زي كده. ست الوزيره في العمليات واحنا كلنا على اعصابنا. مين حضرتك؟ انا حازم درغام، جوز مدام نهله، وبطالب حضرتك بمنتهى الهدوء ان احنا ناجل التحقيقات دلوقتي. ناجل التحقيقات؟ وتقولوا علينا بقى مش شايفين شغلنا صح؟ لا ده انت مش طبيعي فعلا. مش طبيعي عشان عايز اشوف شغلي؟ يا ابني احنا مقدرين تعبك ومجهودك جدا جدا، بس يا ريت تراعي برضو الظرف اللي احنا موجودين فيه. واذا كنت عاوز تعرف اي حاجه اجي مع سعادتك اي مكان واسالني وانا هجاوبك بمنتهى الصراحه. بس يا ريت يا ابني تسيب الاستاذه نهله شويه لغايه ما تعدي الظرف اللي هي فيه وميتها تقوم بالسلامه. استنى ماله، استنى. ده يا فندم الكارت بتاعي، يا ريت حضرتك لما تفوقي تكلميني. الله. لا معلش. يعني ايه معلش؟ انت مش شايف عملت ايه؟ تعالى معايا حضرتك، تعالى معايا حضرتك. استغفر الله العظيم. بعد اذنك، بعد اذنك. اتفضل يا فندم، اتفضل يا فندم، اتفضل. اخلص يا شهاب، استنى الباقي يا عم درويش. مش مهم الزفت الباقي، اخلص. طب انا عايز، انا هاخده. اخلص. ماما في ايه يا عم درويش؟ اجري. في ايه؟ يا عم درويش اجري. ايه؟ طب كنا خدنا الباقي. استغفر الله العظيم اركب بره. لا يا عم درويش اركب. اركب ايه بس؟ يا عم درويش عدم الهدوء. يا عم درويش السنة دي يا عم درويش. احنا ماشيين عكس دفاع غرامه 3000 جنيه. ياخدوهم مني بقى بعد الاعدام. احيي عايز عم درويش. يلا
نهار اسود ولا شاب. احنا هنفصله دلوقتي ونتقابل عند محطة السيدة. السيدة مين؟ السيدة زينب. باشا مطرح ما يسلم يا باشا. استغفر الله العظيم يا رب. مش هنعرف نتهنى لما ناكل ولا ايه؟ يا باشا بالهنا والشفا يا باشا، مش هعطل سعادتك كتير يعني. حبيب قلبك خضر يا باشا، طبعا تمديله على الفيش ده يا باشا بعد اذنك. ده من ابو كام ده يا خضر؟ لا والله يا باشا ده بتاع الولد ابن اختي، خلص كليه سعادتك وبقى مساعده يعني في ورق التجنيد وكده. ابن اختك برضه؟ ده انا فيشك على البق ده. الله يخليك يا باشا، ربنا ما يحرمنا منك يا باشا ويجعلك دايما في الخير دايما يا باشا. طب لما اكل انا دي زفر. باشا الوايبس موجوده يا باشا اهو، اتفضل. وايبس؟ انت عيشتك ارتاحت قوي يا خضر. ربنا يخليك يا باشا. يا باشا هي ايه الصوره دي؟ دي نشره مبعوثه لنا من الامن الوطني. امن وطني؟ ليه عمل ايه؟ ده المفروض اللي يفجر وزاره الصحه. يا نهار ابوه اسود. وسدنته على شخصيته يا باشا ولا لسه؟ لسه هيتجاب. هيروح فين؟ دول قلبين الدنيا عليه. زوق النشره ده على الارشيف عشان يشوفوا كم مسجل ولا لا. وقول لعبد المجيد ينزل يعمل تحرياته في المنطقه. حاضر يا باشا. خد عمر يا باشا. فيش ابن اختك. شكرا يا باشا. بالسلامه. بص قدامك يالا. حبيب قلبي خضر. حبيبي جبت لك بانيني، انا عارف انك بتحبيه. يلا. انا مش قادره اكل يا حازم. دي قهوه؟ انا ممكن اشرب قهوه. قهوة ايه يا نهله؟ حبيبتي انت ما اكلتيش حاجه من الصبح، وبعدين الحمد لله طنط خرجت من العمليات وطمنا عليها. طمنا عليها ايه بس يا حازم؟ استغفر الله العظيم يا رب. انت ما سمعتش الدكتور بيقول ان اليومين اللي جايين خطر جدا؟ معلش هتعدي على خير ان شاء الله. يا رب. امسك يا بنتي. معالي رئيس الوزراء على التليفون. ايوه يا فندم. الحمد لله. لا ان شاء الله هتبقى كويسه. متشكره قوي يا فندم. مع الف سلامه. مش معقوله دماغي هتنفجر. معلش يا حبيبتي، ما هو انت من الصبح في تنشن وكمان جايه من اسكندريه على هنا. معقوله سرقه التاب يبقى ليها علاقه باللي حصل؟ تاب ايه؟ التاب بتاع ماما اتسرق مني امبارح. طب هو ايه اللي جاب التاب بتاع ماما معاكي؟ ما هو انا اتلخبطت وانا بحضر شنطتي، خدت التاب بتاعها بدل بتاعي. ده اتسرق منك ازاي يا بنتي؟ في البنزينه اللي بعد البوابات وقفت عشان اجيب ميه، رجعت ما لقيتوش في العربيه. انا يا حبيبتي انت ما قلتليش الموضوع ده. انا قلت لماما وقالت لي ما تجيبيش سيره لحد. حتى انا يا نهله؟ هو في ايه يا حازم؟ انا كنت هقول لك بس هي قالت لي ان المعلومات اللي عليه مش المفروض ان حد يعرفها خالص. لو على كلامك يبقى التليفون بتاعها هي كمان اتسرق في نفس الوقت. هو الموبايل بتاع ماما اتسرق امبارح؟ الدنيا كانت مقلوبه عندنا في الوزاره امبارح، وطاقم السكيورتي كله متحول للتحقيق. يبقى كده اللي في دماغي صح. ما هو مش معقوله التاب بتاع ماما والموبايل يتسرقوا في يوم واحد بالصدفه. طب هو في حد كان عارف ان التاب معاكي؟ مفيش غير ماما. ولا شهاب. الله، انت مين يا عم درويش؟ ايه ده؟ انت لابس كده ازاي؟ هلا انت عبيط هلا ولا بتستعبط؟ هلا عبيط ولا بتستعبط؟ اشتغلت هنا؟ بس انت مطعم غريب يعني يا عم درويش، جبته منين ده؟ بدلته مع واحد غلبان كده واديته اللي فيه الاسم. الغلبان ده رضى يديك النضاره بتاعته؟ انت مال اهلك؟
انت مال اهلك انت؟ خلاص طيب مال اهلك انت خلاص. بتسال ليه؟ معلش. هتتذاكى عليا؟ لا مش قصدي. جبت اللي قلت لك عليه؟ عيب عليك يا عم درويش. ادي المعجون والفرشه وادي بقى مكن الحلاقه. يلا ماشي ماشي. ايه اللي بيضحكك؟ حلو قوي يا عم درويش. هات عنك عنك يا عم. شكرا عادل شكرا عادل خلاص. اهي الحته اللي تحت دي. قربت اخلص اهو خلصت. نعيما يا عم درويش. الله ينعم عليك. الله يا عم درويش. يا عم العظيم انا مش مصدق اننا نفدنا من كل البصايب دي. احنا عملناها ازاي دي؟ زحمه سترة يا شاب. لو عايز تتدلى من الناس اتفس نفسك وسط الناس. الله يا عم درويش، النعمة العظيمة بتقول حكم. يا سلام. والله. طب المفروض بقى بعد الحكمة دي هنعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجة كده خلاص، وانت تتكل على الله بقى على اسكندرية. انا انزل اسكندرية؟ طب وانت؟ انا بقى ربنا سبحانه وتعالى يتولاني برعايته. انت بس لو تسمع كلامه وتروح الداخلية هتحس بالامان، بدل بقى العوق واللبش واللازي كله. قلت لك انا مش عايز اروح الداخلية يا شهاب. ليه يا عم درويش؟ انا حر يا عم، انت هتعمل لي فيها دقيقة. مش عايز اروح الداخلية. اوعى تروح الداخلية. وبتضايق لما حد يجيب لي سيرة الداخلية. خلاص ما انا حر يا اخي. انا مش عايز اروح الداخلية يا اخي. مش عايز اروح الداخلية يا شهاب. بلاش دي وحش. كل مرة تقول لي روح الداخلية اقول لك مش عايز اروح الداخلية. تروح الداخلية مش عايز اروح. خلاص يا شهاب. خلاص يا عم درويش. ما تروحش الداخلية. خلاص. ما تروحش. معاك فلوس؟ مستورة. امسك دول. لا يا عم درويش، انت الوقت راجل مطارد والحاجات دي بتصرف. ايه؟ امسك دول. ماشي كام دول؟ كام دول؟ لا خلاص. طب وانا هطمن عليك ازاي؟ افتح التلفزيون اتفرج على برنامج لميس الحديدي. لو ما جابتش سيرتي ابقى انا سليم وفل الفل وتمام التمام. وانا هستنى بقى لما اتفرج على الاستاذه لميس الحديدي؟ طب افرض ما جاتش في يوم واجزت من برنامج، قال انا؟ لا يا عم درويش. خد امسك ده. ايه ده؟ ده موبايل بالخط والنمره مزيكا. يا سلام. في 3 ستات ورا بعض. والله. جبته منين ده؟ ما تظلمنيش يا عم درويش، ده سرقته. انت السرقه دي بتكرف دمك. انا ما جاتلكش عايزها بالسرقه دي. الحاجات دي بتجيب مصايب بعد كده. كان سهل خدته كده يا عم درويش، وبعدين دوكا كان مسروق من بني ادم، انما ده مسروق من منبع نفسه. مؤسسه حلال يعني. يا عم درويش خد والله هينفعك. استغفر الله العظيم من كل ذنب. لا توحشنا يا عم درويش. يلا قول انت بالسلامه. اتكل على الله. والله ما عايز اسيبك يا عم درويش. لا 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 الله محمد رسول الله. ما تنساش ترجع المرايه المسروقه من العربيه اللي خدتها منها. يعني اتمسك وانا برجعها؟ امسك وانت بترجعها. يلا اتكل على الله. ماشي. سلام. سلام. نبوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه يا عم، شفت عفريت؟ خش. ايه اللي جابك يا خضر؟ خير. صاحبك. اشمعنى؟ من غير لف ودوران، محدش يعرف اللي اسمه درويش في الحته دي قدك، وانا خلقي ضيق وانت عارف. يا عم خضر، انت جاي تهددني بيتي ولا ايه؟ لا يا حبيب قلبي خضر، انا مش جاي اهدد، انا جاي اذى على طول. صاحبك بعد الابان اللي حصل في الحته امبارح غير تسوي ابنك ما قبوش تاني. راحوا فين؟ انا مش عرفنا راحوا فين. تعرفش ابنك راح فين؟ وانا كنت ولي امره؟ يا اخي انت مش خايف على ابنك بعد اللي حصل النهارده؟ ايه بس اللي حصل النهارده؟ طبعا، ما انتش عايش في الدنيا مقضيها سكالانس. صاحبك الدنيا كلها مقلوبه عليه ومتورط في تفجير وزيره. ايه؟ هو انت لو بتفتح المخروب ده على حاجه غير الهلس كنت عرفت. يفجر وزير ازاي؟ احنا مش في ازاي دلوقتي، احنا نشوفه فين وبعد كده نشوف موضوع ازاي ده.
وانا لغايه دلوقتي صاين العيش والملح، مش عايز ابلغ المديريه ان انت وابنك صحاب الارهابي. عيش وملح؟ النبي تلاقيك انت اللي بلغت المديريه عشان تاخد شريطه زياده. لا فتك، بس اللي تايه عنك بقى ان انا لو ما عرفتش اجيب قراره لوحدي هلطك انت وابنك واخربها عليكم وعلى اللي خلفوكوا. نبوي نعم. خليك حلو يا نبوي وتعاون معايا احسن. من ساعتها هو فص ملح وده. وابنك داب معاه. مفيش مشكله. اديني تليفون ابنك. ما بحفظش نمر تليفونات. انت عندك مشكله في حفظ الارقام مش كده؟ طب حاضر يا نبوي، احتمال يكون عندك مشكله ولا حاجه. مشوارك يا نبوي، انت اللي اخترت. بقول لك ايه يا خضر؟ نعم. ثانيه واحده. تليفون اهو. هات. حبيب قلبي خضر يا نبوي، سلام. بعيش بقى مع السكالانس. الله يخرب بيتك. السلام وانت يجي من وراك سلام. طالعين على الزين بوليس. تحب اساعد حضرتك في حاجه؟ مدام نونا موجودة؟ موجوده فوق في مكتبها. تحب ابلغها بحاجه؟ أنا هطلع لها. تصدق كنت حاسه انك جاي. إحساسك عمره ما خانك، زي الزمن برضه ما خانكيش، زي ما انتي. اكيد جاي عشان اللي حصل. جاي عشان اللي هيحصل. مش هينفع نتكلم هنا. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. المقدم كريم زلط من فضلك. طب استاذنك الاي دي من فضلك. اتفضل. اتفضل. اتفضل يا فندم. انا اسفه. اتفضلي. مهم تكوني اطمنتي على صحة معاليها. تحت امرك. الحقيقه انا جاي اتكلم مع حضرتك بخصوص حاجات غريبه حصلت امبارح. بيتهيألي انها ليها علاقه باللي حصل بماما. انا طبعا لازم اسمعك وهسمعك، بس قبل ما اسمعك لازم اقول لحضرتك ان احنا كنا بنشوف شغلنا. والله انا ما كان قصدي. احنا في ظرف 6 ساعات قدرنا نوصل اللي عمل كده. كل اللي كان تحت ايدينا مجرد صورة طبقناها بكل الصور اللي محفوظة عندنا في السيستم واشتغلنا عليها بأحدث البرامج. اكتشفنا ان صاحب الصورة دي هو نفسه ده. مين ده؟ درويش عبد ربه الكتيان. كان عضو ناشط في جماعة التكفير والهجرة، واتسجن سنة 74. أخد عفو رئاسي سنة 77، وانضم للجماعة الإسلامية سنة 79، وكان عضو مؤسس في الخلية اللي اغتالت الرئيس السادات الله يرحمه في أكتوبر 81. اتحكم عليه بالمؤبد وهرب من السجن سنة 91 في ملابسات غامضة، ومن ساعتها محدش قدر يوصل له لحد ما ظهر النهارده. طيب معلش، انا عايز اعرف حضرتك عايز توصلي ايه من ورا قصه التعب والتليفون بتوع سياده الوزير؟ واضح ان مدام نهله قصدها ان عشان الجهازين يعني مربوطين ببعض، فمعنى كده ان اللي سرق التليفون كان هو نفسه اللي بيدور على التاب. لا، او العكس، انا ما اعرفش انهي فيهم اتسرق الاول. ايا كان، بس بيتهيألي صعب جدا يكونوا سرقتين صدفه، وخصوصا ان كل ده حصل قبل الحادثه بساعات. انا بصراحه مش شايف اي ربط ما بين السرقه والانفجار. اللي سرق عشان محتاج حاجه من السرقه. دلوقتي ايه علاقه ده بمحاوله اغتيال الوزير يا جماعه؟ لا بس وارد جدا ان اللي سرق المعلومات ديت كان عايز يضمن ان كل ده يختفي مع موت الوزيره. انت بتتكلم عن تنظيمات جهاديه يا اشرف. الناس دي بتغتال الشخص لمجرد انه تابع النظام القديم. انت فاهم الموضوع ده؟ طيب يا جماعه، انا كنت فاكره ان انا جايبه معلومه مفيده ممكن تخدم في التحقيق. انا ممكن اسيبكم تتناقشوا براحتكم بقى وتشوفوا شغلكم. لا طبعا، بالعكس المعلومه مفيده جدا.
وكمان انا وكريم بنشكر حضرتك ان انت جيتي في ظل الظروف ديت وتحاولي تساعدينا. بس يا ريت لو امكن تبعت لنا كراتين. كراتين ايه؟ كراتين بتاعت التليفون والتاب، عشان بس ناخد من عليها السيريال ونبدا ندور. انا الحقيقه مش عارفه اذا كنت هلاقيهم ولا لا، بس هحاول ادور. طيب حتى لو امكن تبعت لنا حتى الفواتير عشان يبقى في اي خيط نبدا نتواصل من خلاله. طيب حاضر، انا هدور عليهم ولو لقيتهم اكيد هبلغ حضرتك. انا متشكره قوي بعد اذنكم. اتفضلي يا فندم، معاها يا أسرى. مع السلامه يا فندم. شكرا. كراتين ايه يا ابو كراتين اللي عايز تدور فيها؟ ايه يا كريم في ايه؟ خيط مهم لازم نمشي وراه حتى لو كان ضعيف. خيط ايه اللي انت ماسك فيه وساب الحبل اللي وصلنا له؟ احنا لازم نجيب جدر اللي اسمه درويش عبد ربه ده. يا عم هنجيبه. نجيبه منين؟ هي معلومه جديده بالنسبه لك مثلا؟ انت ما تعرفش ان الملف بتاعه اتفرم مع كل الملفات اللي اتفرمت في امن الدوله وقت الثوره؟ بس عندي معلومه ان في ملف تاني في مصلحه السجون. على الاقل حتى لو ما كانش فيه معلومات بالقدر الكافي هيوصلنا لمراته وابنه. براحتك. انا ما شفتوش غير مره واحده بعد ما هرب من السجن من اكتر من 20 سنه. وليه ما قلتليش ساعتها؟ كنت هقول لك ازاي؟ انت ما كان لكش مكان، انت اختفيت. ما انا كنت فاكر انه مات، ما اعرفش انه لسه عايش. وانا كان كل همي ابعده عن حياتي وحياه طارق. اللي بينك وبينه انا ماليش دعوه. لا، ده مصلحتنا احنا الاثنين، لازم نلاقيه قبل ما يسمع صوته. هنعمل ايه يعني؟ اي حاجه، نعمل اي حاجه، المهم الاول احنا اللي نوصل. السلام عليكم. الله يسهل لك يا حاج. الله يسهل لنا كلنا يا ابني. هو في صاحب محل البقاله ده؟ يوه، امسك يا حاج. امسك ايه؟ ده قرطاس تحط فيه 3 4 بيضات وتتوكل على الله كده واسمع جمال خطوتك. يا ابني يا ناقصه بيض، يا ابني ناقصه بيض. بقول لك انا عايز صاحب المحل ده. يا حاج قضيها النهارده بيت، مش لازم الفلامنك. طب اقول له ايه ده؟ اقول لك انا عايز ماهر الدخش. ماهر يا دخش. مين اللي بينده عليا؟ انا. انت مين؟ درويش يخرب بيتك. لا ما اتخرب خلاص. وزيره راح تفجر وزيره. ما تخافش، ده بتاع. بتاع ايه؟ هو بتاع كده، جوز بنتي. لما انت جوز بنته بتحلو نروح من الصبح ليه يعني؟ انا مش عرفني ان انت صاحبه الانتيخ، مش جايز تكون مخبر؟ جايز يكون مخبر؟ ده منظر مخبر برضه. معلش، وده لو فكر بيطلع غازات. بتاع وبتاع بيض. انت بتعمل في بيتك كده ليه يا ماهر؟ معلش تعب ولا يبقى في المحل هو تنسى المفاتيح جوه زي كل مره. حاضر. اهلا نور اخويا. طبعا انت عارف انك لو حلفت باقي بنات المسلمين كلها على ان اللي بتقوله ده حصل فعلا محدش هيصدقك. المهم يا ماهر، انت مصدقني ولا لا؟ عاوز رد بامانه ولا كلام الاصحاب لبعضيهم؟ يا ماهر، معقول يعني انا افجر وزيره؟ طب ليه؟ يا ماهر انت عارف ان انت من يوم ما هربتني من السجن وانا بعيد عن العوق بالمشوار. يا راجل ده انا مرضتش احضر فرح بنتك معجزه عشان ما تلطش في اي حد من المخبرين اللي بيتحنجلوا حواليك. انت فاكر ان انا ناسيها لك؟ ده حتى معجزه اتقهرت وفضلت كاتمه في نفسها طول الفرح، كان يوم اسود على بتاع ايه يا عم ماهر؟ يا عم ماهر الله لا يسيئك، ركز معايا يا عم، ركز معايا يا عم معروف. ماشي، كلت بعقلي حلاوه. انت جاي لي ليه؟ شوف يا ماهر، انا عارف ان انت قتال قتله وقلبك ميت، انا شخصيه وسخه يعني. وانا بقولها لك بصراحه، انا مراكبي في اسكندريه اتحرقت خلاص، وماليش اي حد في مصر اعرفه ممكن يساعدني غيرك انت ماهر. كلنا لقمتين العشاء وشربنا عليهم ميه. امورني، عايز ايه؟ شوف يا ماهر، انا عرفت من التلفزيون والاخبار ان بعد الشقلطه اللي حصلت للوزيره دي وكل التفجير اللي حصل ده،
ان الست لسه عايشه وفيها الروح. شغل هو ايه؟ انا بقى فرصتي الوحيده ان اوصل لها. هي بقى لو اقتنعت ان الجهاز ده جالي مسروق وان انا يا ستي جاي عشان ارجعه لك اهو، ساعتها بس هتتاكد وتعرف ان انا ماليش اي يد ولا اي دخل في اللي جرى لها. ماشي؟ ساعتها بقى هتأمني من الداخلية وتأمني من التيران اللي طلعوا ورايا في اسكندرية ولا معرفش مين اللي ابوهم ايه. مالك يا ماهر عمال تتلوى في ايه يا ماهر؟ مزنوق مكسوف منك، عايز افك حصر. يا عم قوم فك حصرك، قوم ما احنا قاعدين معلش تعالي خش حطي لعمك، خش يا ولا. ليك وحشه والله يا عم درويش. الله يخليك يا معجزة. ايه ده ما شاء الله، ابنك؟ امال ابن خالتي ده ابن نزار. مين؟ نزار ما شاء الله، بتاع اتجوز معجزة وخلفه نزار، ما شاء الله. لله الامر من قبل ومن بعد. ايه ده؟ ده موبايلك يا عم درويش. صحيح. ايه ولا شهاب؟ الله عليك يا عم درويش، ده انت حافظ نمرتها اهو. ايه حافظ نمرتك؟ خطيبتي هلا؟ لا اصل انت يعني رديت عليها على طول بالاسم. يا ابني هو في حد عارف النمرة دي غيرك؟ وصلت اسكندرية؟ انا لسه غارز رجلي في الرمل الزعفران حالا. المهم طمنا عليك، قبضوا عليك ولا لسه؟ اسفخس على ملافظك، اسفخس على ملافظك. يعني انت لسه حر طليق. ماشي يا عم درويش، وبطمنا عليك، اصل انا يعني رصيدي ما يستحملش مكالمات كتير، وانت بسم الله ما شاء الله رصيدك على قلبك قد كده. انت راجل مطارد ومعاك رصيد. بهزر يا عم درويش، عارف انا لو قدامك دلوقتي هتصرفني يا فهيم، والنعمة العظيمة وحشني تلطيشك كمان. ماشي. لا اله الا الله. خضر ابتدينا اللبش بقى. ايوه يا سياده المقدم. لا للاسف دورت في كل حته في البيت ما لقيتش حاجه. في الاغلب ماما ما بتهتمش بتجميع الحاجات دي. اوكي تمام. ميرسي يا فندم، مع السلامه. حاولوا يوصلوا لشركه الاتصالات، يمكن يكون اللي خد الموبايل اتغاب وعمل مكالمه يقدروا يوصلوا له منها. بيتهيألي خطة البحث دي المفروض تبقى بينك وبينهم، يعني المفروض انك ما تقوليش تفاصيل. وبعدين بقى؟ بعدين ايه؟ واخرتها ايه معاك؟ هتفضل مقموص كده كتير؟ مقموص؟ هو ده تفسيرك عن الموقف؟ ما هو انا مش لاقي لها اسم تاني يا حازم. انت مكبر الموضوع قوي. فيها ايه يعني لما ماما تطلب مني ان انا احتفظ بالسر واسمع كلامها؟ في الاول وفي الاخر ده التاب بتاعها مش بتاعي على فكره، يعني انا ما خبيتش عنك حاجه تخصني انا. ما هو بصراحة انا ما بقتش عارف ايه اللي بيخصني فيكي وايه اللي ما بيخصنيش. لا 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 معلش بقى، عشان انا بجد مش فاهمه انت بتقول ايه. افهمك قصدي يا نهله. نهله انت ما بقيتيش نهله اللي انا اعرفها من 4 سنين. احنا بقينا بنعمل 1000 حسبه علشان نروح نخرج خروجه مع بعض، بقينا نتقابل على الاكل بالصدفه عشان انت حضرتك يا اما مسافره مع باباكي لندن، يا اما مشغوله في مكتبك، يا اما عندك شغل. كأن كان لازم يبقى في حاجه تبعدك عني. كل ده فكرت فيه عشان خبيت عليك موضوع التاب؟ تاب ايه؟ انا هستفيد ايه من قصه تاب اتسرق؟ يا نهله الفكره كلها انك ما بقيتيش بتشاركيني معاكي في حياتك، اكنك بتوصلي لي رساله انك خلاص ما بقيتيش واثقه فيا. انا مش واثقه فيك يا حازم. بأمارة ايه بقى؟ بأمارة انك لغايه دلوقتي لسه بتاخدي حاجه تمنعك عن الحمل. انت بتلف اللفه الطويله العريضه دي كلها علشان توصل للموضوع ده؟ وفين هنا دلوقتي في الظرف اللي احنا فيه ده وامي ما بين الحياه والموت؟ لازم يبقى في ظرف يمنعنا ان احنا نتكلم في الموضوع ده. انا مش مصدقاك على فكره. حلو قوي. يعني انت عايز توصل للست الوزيره صح؟ صح يا ماهر. ومش قادر تهبط لغايه ما بسلامتها تخرج من المستشفى. بونو ايه يا ماهر؟ اهبط ايه واستنى ايه؟ مش عايز استنى طبعا. انا في سبق يا ماهر، سبق. انا لو البوليس وصل لي وجابني قبل ما اوصل للست الوزيره محدش هيصدقني. وانت عارف بقى الجديد هيجيب القديم وانت فاهم. بما اني بفهمها وهي طايره، انت كده عاوز تخش للست دي المستشفى مش كده؟ الله ينور عليك. للاسف مش بتاعتي. انت كده بتخبط على الباب الغلط يا درويش.
ليه بقى؟ مش سكتها صاحبي. انا اخري في الموضوع دوت ان انا اريح الست دي من بلاوي الدنيا واخليها تقابل وجه رب كريم، انما عشان ادخلك مستشفى عليها حراسه وامن عشان تقعد تأنسها وتجالسها مش سكتي. بس الامانه في ناس سكتها دي. ناس زي مين؟ نفكر. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. والله ما أنا عارف إيه اللي بيحصل لي ده يا أخي. قضيت 20 سنة من عمري منسي، وبعد السنين دي كلها تجيلي بلوى ماليش دعوة بيها خالص، تقلب عليا القديم والجديد. اهدى بس، ربك غفور رحيم. دلوقتي انت محتاج لموضوعك ده خريطة. يعني ايه؟ يعني عايزين عيل ابن قرود يكون دايس المستشفى وعارف دهاليزها وبهاريزها، يوصلنا لغاية عتبة أوضة الوزيرة. ما تقلقش، أنا هعسعس كده وبإذنك يا رب هجيب لك اللي يودينا. ما تقلقش، حبايبنا كتير وإن شاء الله هنلاقي. ما اعرفش الاقي الواد حسن الحن صاحي دلوقتي ولا ايه؟ مين؟ حسن الحن. الحن؟ عيل ايه؟ ياه حسن الحن؟ ما شاء الله. أنا آسف. دكتور إيهاب الوزيرة. حاول تأتربين بسرعة بسرعة. اللي بيحصل؟ ايه التمرين فيه؟ ايه حرام عليك، عايزة التمرين فيه ايه؟ اطلعي بره، اهدي مفيش حاجة. يلا ريبوت يا حسن، اطلعي بره. هتفهمني فيه ايه؟ هتبقى كويس. دي سي بسرعة. اتروبين اديت لها يا دكتور. تاني يلا. السلام عليكم يا عمونا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جبت لك قرار المستشفى. ايه طمني. ابقى بغشك لو طمنتك يا درويش. ليه كده بس يا ماهر بتسددها في وشي كده ليه؟ مش القصد، بس المستشفى ليها نظام صعب قوي يا اخي. طقم امن 30 نفر وزياده، كاميرات مراقبه، حتى الزياره بالثانيه، واللي يخش لازم يسيب بطاقته مع الامن. خي على كده، خي على كده. طب ما ينفعش اخش على اني دكتور؟ فكرت فيها ما فاتتنيش. اكتشفت ان الدكاتره والممرضين لازم عشان يخشوا معاهم كروت خاصه كده عامله زي بتاعه المترو. يحطوها لا مؤاخذه في حته، ينفدوا بقى من البوابات اللي تعديهم على الحتت الحساسه اللي هي زي الطوارئ، العمليات، الرعايه المركزه. طب وبعدين يا ماهر؟ وبعدين اكيد لازم يبقى في حل، لازم يبقى في حل يا ماهر. شوف انا لازم اقابل الوزيره دي باي طريقه، ماهر لازم اقابلها.
كنت عارف انك عينه دي ومش هتفوتها. شوف، موضوع دخولك المستشفى ده مش هينجدنا منه غير الفارس الطائر. الفرس الايه؟ الطائر. غزال الوديان، ساحرة الصحراء، سيدة المهام المستحيلة، نرجس الرمش. هلو حضرتك دكتور هنا اهوت؟ انا اهوت. انا دكتور هنا اهوت. حلو قوي. وايه اللي حلو؟ انت اللي حلو. لا يا ستي، الله مالك؟ ايه قلبي وجعني، عايزاك تكشف عليا كشف مسخره. الله ايه يا ست المسخره دي؟ الله ما تحترمي نفسك. لا ده انا محترمه قوي. الحقوني يا ناس، انتوا فين يا بتوع التحرش الجماعي يا استاذه ريهام؟ الله في ايه يا ست؟ الله وانا جيت جنبك. ايه اللي حصل؟ عامل نفسه دكتور وقال ايه عايز يكشف عليا في الشارع. ايه اللي في الادب دي؟ اقسم بالله ما عملت حاجه. دلوقتي ما عملتش حاجه ومش شويه تقولي ما حدش هيغتني وان الرجاله خلصوا من البلد. ده انت كده عايز تتربى. ايوه اضربوه وربوه. ايوه اوعى. ده حقي وده حقي. صدق اللي سماكي سيدة الأقمار السوداء. ده كمية دخول المستشفى والكارت كمان اللي بتخش بيه بوابة غرفة الإنعاش وقال شعار المستشفى. يعني انت مبسوط كده مني يا محترم؟ والله ما عارف أشكرك قد إيه يا ست نرجس، بس أنا عندي سؤال واحد من غير مؤاخذة يعني. اتفضل. يعني هو أنت تخصص نشل ولا جامع الدول القديم ولا إيه يعني؟ بص يا معلم، خفة اليد ما تطلعش غير مع الذئب البشري المفترس. يا عيني. لكن الذئب المستأنس بيدفع من غير مشاكل. يا سيدي يا سيدي كده كارنيهك معاك والبلطو جاهز. لو عاوزنا نركب لك سماعه كمان نركب لك. قلت ايه؟ استنى بس شويه. ايه ده؟ ايه؟ انا هخش بالكارت ده ازاي؟ ايه ما دفعتش الاشتراك؟ ايه يا مان؟ انت مزنوق ولا ايه؟ لا عايز تفك؟ لا. امال ايه بس؟ ايه اللي انت كمان؟ بقول لك هخش بيه ازاي ده؟ ماله؟ في صوره عليه صوره. اوبا اخبار التاتش ايه؟ تسلمي لي يا روح عمي. ممكن يا عمو لو سمحت ترسم لي فيلم بزلومه على وشي؟ يا دين النبي. انت فين يا راجل؟ والله ليك وحشه. ايوه انا راجل عجوز. انا مش مصدق نفسي. انت فلتت ازاي؟ لا انا ما فلتش، بس الخدمه اللي انا جاي لك فيها هي اللي هتفلتني. يبقى الموضوع عاوز قعده. عايز قعده. مساء الخير. ايه خير يا فندم، ما تقلقيش. انا جاي اقول لحضرتك انه حاله معالي الوزير الحمد لله استقرت بشكل كبير. دكتور ايهاب هو اللي لحق طنط الصبح لما حصلت الازمه. يا سلام، ربنا يحميك يا ابني. والله انت عارف حضرتك يا دكتور ان اصعب مرحله بتمر بيها الدكتوره ناديه دلوقتي هي المرحله اللي هي فيها حاليا، ولو ما فيش متابعه دقيقه ليها هتمر بازمات وتخش في صدمات من غير سابق انذار. والحقيقه يا دكتور هو ده السبب اللي خلاني اجي دلوقتي. اللي حصل لها النهارده الفجر ده مش مضاعفات طبيعيه لحالتها. يعني ايه؟ انا في الاول تصورت انه الكيس هتكون هبوط مفاجئ في الدوره الدمويه، فاديت لها حقنه اتروبين مع الكتريك شوك، لكن لما ما لقيتش اي استجابه ما كانش قدامي غير ان اخد الريسك واديها حقنه اتروبين تانية. طيب وهو الاتروبين ده ليه تاثير خطير على القلب؟ هو المفروض ان الاتروبين ده بيتاخد لما يحصل خمول في عضله القلب، بيعمل لها تنشيط. الحقيقه يا فندم حضرتك عارف اكيد انه حقنه اتروبين واحده بتبقى كفايه علشان نلحق الهبوط العادي، وبما انها ما استجابتش غير بعد الحقنه الثانيه فده معناه انها كانت تحت تاثير مصل الريلاكسنت زي الفلاكسيديل مثلا. بس انا شايف انه في حاله الدكتوره ناديه ما كانش ينفع ابدا انها تاخد بسط للعضلات. طبعا، وعشان كده انا شكيت. انا اخدت عينه دم من معاليها النهارده الصبح وحللتها. طيب ونتيجه التحليل طلعت ايه؟ للاسف شكي كان في محله. كان في اثر لجرعه كبيره من الفلاكسيديل. ايه التهريج ده؟ يعني ايه في مستشفى كبيره زي دي يحصل الاهمال ده؟ يعني ايه تدوها دواء غلط؟
المشكله ان الموضوع ما فيهوش اي اهمال مننا. اي مريض بياخد اي دواء هنا بيتسجل في الشيت بتاعته بالجرعه وبالمواعيد. الجرعه دي محدش يعرف عنها اي حاجه ومش متسجله في اي حته، وده معناه انها متاخده عن عمد. يعني حضرتك تقصد ان ايوه يا فندم، اللي حصل ده كان محاوله اغتيال. اغتيال؟ ايه؟ قلت يا تاتش؟ من حيث المبدأ أنا عناية ليك. هو صحيح جرنيها فرنجي، بس بقاني إنها ما ياخدش في إيديا ساعتين 3. ربنا يبارك لنا في صوابعك يا تاتش. يعني نستلموه على الفجر كده؟ من حيث النظرية ممكن، لكن من حيث التطبيق في مشكلة. مشكلة إيه يا تاتش؟ العدة بتاعت الشغل متحرزة. متحرزة؟ أنا اللي فاهمه إن الحكومة شايلة عينها عنك يجي أكتر من 10 سنين. ما هي مش الحكومة اللي محرزاها. أمال مين؟ اللي من الحكومة مراتي. ثانية واحدة. انت يا دكتور عايز تفهمني ان اللي حقن الوزيرة حقنها من فلاكسيديل عشان يجي لها هبوط في الدورة الدموية فتموت، صح؟ صح، وده مش مجرد استنتاج، انا فعلا عملت لها تحاليل وتاكدت. طب وليه اللي حقنها ما حقنهاش بسم صريح؟ سيانيد مثلا، كانت ممكن تموت في ظرف 5 ثواني. ليه عايز يحقنها بحاجة ممكن تتلحق؟ مش عارف، بس اعتقد انه كان فاكر اننا ممكن ما نلحقهاش. مش عارف، انت مش عارف. اي سم صريح بيبقى ليه اعراض جانبيه، لكن اللي عملها كان عايز يبين انها ماتت موتة ربنا ما اتقتلتش. عارف ده معناه ايه؟ ايه؟ ان اللي عملها هنا في المستشفى، لانه لو كان من بره المستشفى كان زمانه حقنها وطار وحلني بقى لحد ما يعرف يجيبه. شفت كل التفريغات بتاع كل الكاميرات. اللي عملها يا دكتور او ممرضه، صح؟ للاسف الكاميرا الرترانيه المركزه كانت عطلانه. ايه؟ يا كريم عطلانه. يعني ايه؟ يعني ايه عطلانه؟ يعني ايه عطلانه؟ تهدى يعني ايه؟ لا، ده كل دكاتره المستشفى وشفت الليل كله بممرضينها بعمالها هيبقوا عندي النهارده بما فيهم انت. انا؟ معلش يا دكتور، هو عصبي شويه بس ده من ضغط الشغل. المهم حضرتك ما تاخرش النهارده على التحقيق. تحقيق؟ أنا هفهمك على كل حاجة يا ست عفاف. بقى أنا يعني مولود ورطة ما يعلم بها إلا ربنا، والورطة دي ما حدش هيفكني منها غير خليفة. مش معنى إنه بيعمل كده يعني إنه هيفسد توبته، بالعكس ده بيعمل خير. توبة إيه يا أخويا اللي أنت بتتكلم عنها؟ إياكش يكون مفهمك إن أنا حايشة عنه العدة عشان خاطر يتوب. الله، أمال إيه؟ أخ منك أخ، مفيش فايدة فيك، هتفضل طول عمرك كده، هتعيش ملاوع وتموت ملاوع. الله، ما تفهمونا يا اخوانا ايه العباره. أنا يا أخويا هفهمكم وهخليكوا شهداء عليه. الراجل صاحبك ده مش عايز يضرب لي جواز سفر وتأشيرة السعودية عشان أزور بيها بيت ربنا. يا ولية انت فاكرة ان العمرة دي تأشيرة وجواز وخلاص؟ دي عايزة فلوس ياما، مش أقل من 10-15,000 جنيه، ولا عاوزة أضرب لك ريالات كمان؟ هو احنا اللي هنقوله هنعيده تاني؟ ما أنا قلت لك أنا محوشة 5000 جنيه ومش عايزة منك غير 5 زيهم. يا راجل يا راجل يا مفتري، زكي عن ملك الحرام بدل ما تجمعهم حطب يشويك في نار جهنم. بس ثانية واحدة. يعني انت دلوقتي مش عايزة تفرجي عن العدة غير لما خليفة يضرب لك الباسبور ويضرب لك تأشيرة عمرة، صح؟ أمال أزور بيت ربنا إزاي؟ وبيني وبينك يا أخويا ده أنا ليا ورق في الحكومة فيه يجي 30 سابقة. 30 سابقة؟ يا سلام، ادي الناس اللي بتعمل تاريخ. 30 قضية، مش انت تاتشوود الحقيقة يا آدم. طب يعني حل المسألة دي 5000 جنيه، صح؟ وجواز سفر عليه تأشيرة السعودية. ماشي، إذا كان على 5000 جنيه أنا بكرة الصبح يكونوا عندك ال 5000 جنيه. أنا مش هدفع حاجة يا عم، دي لو راحت السعودية هتفضحنا وتتقفش. يا ست روحي السيدة نفيسة، السيدة زينب، سيدنا الحسين، روحي ميدان الحجاز لف لفتين تمشي. يا راجل يا جاهل يا أمي، ده كل ده بدعة. وتقول لك بدعة، بعدين أنت مش هتدفع حاجة، أنت مش هتدفع أي حاجة. وأنت عشان خاطري تفرجنا عن العدة بقى عشان الدنيا تمشي. خلاص
اذا كنت انت هتديني الفلوس هاخد كلامك ثقه. استبينا بالاذن بقى. انا اتفضلي. بقول لك يا درويش، اوعى تكون بتضحك على الوليه دي لبش. ال30 سابقه اللي عندها نصهم حيازه سلاح والنص التاني عاهه مستديمه. انت بتخوفني يعني ولا ايه؟ براها يا ماهر، في ايه؟ الفلوس هتبقى عنها، هتبقى بكره الصبح موجوده. يا جدع انت هتلعب ليه على المس؟ تقول لي 30 سنه وعاهه مستديمه، ناقص سنه عاهه مستديمه، الصبح الفلوس تبقى موجوده يا ماهر. خلاص معلش. الو، ايوه انا شام. عم درويش وحشنا قوي والله البحر عايزين من غيرك. بطل الهاتش ده بقى، بطل الهاتش ده وخليك معايا في المشوار المهم اللي هقول لك عليه. رقبتي. انت تطلع على السايبر، تخش جوه المكتب بتاعي، درج اليمين تفتحه، في نسخه من مفاتيح البيت، تاخد المفتاح وتطلع البيت على طول، تفتح تخش اوضه النوم عندي، دولاب الهدوم الضرفه اليمين تفتحها، تحت الغسيل في فلوس. بقول لك ايه، 15000 جنيه، 15000 جنيه تاخدهم وتنزل بيهم على البوسطه، تعمل حواله بريديه باسم السيد خليفه منصور ابو دنيا. لا مش الصبح، بلاش المراوح اللي على قلب اهلك دي. ماشي. البوسطه فاتحه لغايه الساعه 9 بالليل. خلص مشوارك واديني التمام. تمام يا عم درويش. سلام اخويا، سلام. سلام. منصور ابو دنيا. الله، ايه لزوم ال15 واحنا كل اللي محتاجينه 5؟ يعني احنا المشوار اللي احنا فيه ده مش لازم له هم هو اخر ولا ايه؟ صح. بقول لك يا خليفه، بكره الصبح ان شاء الله هيجوا ال15000 جنيه، تدي الست الطاهره دي 5000 وال10000 التانيين ترجعهم لي، ماشي؟ سلام من غير ما يتضربوا. ماشي يا خليفه؟ حد الله. عمر مقبولة ان شاء الله. شهاب انا بريء. ايه ده؟ ازيك يا دكتور؟ ماشي يا دكتور. انت فتحت في ايه وهتقفل في ايه؟ فتحت في دقيقتين وهقفل في 3 دقايق. مش قصدي مستعجل ليه؟ مستعجل عشان الظروف يا دكتور، ما انت عارف الظروف يا دكتور اللي احنا بنمر بيها اليومين دول. معلش بقى يا دكتور، استاذن انا بقى. استنى بس، عم درويش فين دلوقتي؟ عم درويش فين دلوقتي؟ هو انا اعرف هو كان فين من شويه؟ ده حاجه في علم الغيب يا دكتور، ده وحشنا قوي، ما انت عارف الظروف اللي بنمر بيها. ادعي له يا دكتور بقى. استنى، اللاب بتاعي فين دلوقتي؟ الحقيقة تدعي يا دكتور. اللاب بتاعي فين؟ اللاب بتاعك معرفش، ادعي له بقى يا دكتور. ادعي لللاب بتاعي؟ لا اللاب بتاعي ادعي لك ان انت تاخده يعني ان شاء الله قريب، بس معلش يا دكتور عشان الظروف بقى اليومين دول يعني شويه كده. طب انا عايز اللاب بتاعي دلوقتي حالا. هو مش كل حاجه دلوقتي، معلش يا دكتور سامحني انا بحبك. يا ابن الكلب. كريم باشا، انت متاكد يا وائل انكم استدعيتوا كل كانوا في شيفت الليل النهارده؟ احنا استدعينا 99% منهم يا فندم. نعم يا اخويا. اصل في دكتور اسمه خالد ابو عينين موبايلاته مقفوله، ولما رحنا له البيت لقينا مراته ما تعرفش حاجه عنه. فانت مستنيه بقى يروح وياكل وياخد دش ويريح شويه، ولما يفكر يصحى يبقى يجي يشرب معانا القهوه هنا، صح؟ انت مستنيني اقول لك تجيبه ازاي؟ احنا هنجيبه يا فندم اكيد يعني. هتجيبه واتفضل هاته، اتفضل قبل ما اخلص تحقيق مع اللي فوق يكون عندي. يعني مش هتبات برضه؟ حبيبتي احنا مش قلنا بلاش كلام في الحاجات الصغيره دي؟ موضوع ان انا بات معاكي ده هيعمل لي مشاكل في البيت التاني انت عارفاه، وبصراحه احنا مش عايزين مشاكل وجع دماغ. وكمان يا حبيبتي ما احنا قلنا هنقضي اسبوع بحاله مع بعض في باريس، مش مكفيكي اسبوع بحاله؟ ايوه يا اخويا، كل بعقلي حلاوه، كل ده عشان انا طيبه. ايه ده؟ انت طالبه اوردر من السوبر ماركت؟ لا، ده تلاقي البواب جايب لك مفتاح العربيه.
لا ما تقلقش يا عم درويش، والنعمة العظيمة فلتت من أمه. الأمانة هتلاقيها وصلت في السكة. باخد منك عملتي بقى أول ما أشوفك. معلش يا عم درويش، سؤال كده واقف لي على أول الشارع. طب السهم مسحوق إيه؟ لا أصل غيارات يعني ولا إعلانات التلفزيون. عم درويش أنا خدت غيارين كده هداهم على ماشي. ماشي يا عم درويش حبيبي، سلام. السلام عليكم. ايه ده؟ ايه ده يا عم درويش؟ عم درويش اهو. عم درويش ده حبيبي ومصحف. بص انا عملنا مغامرات كان لسه بيكلمني اهو. بص كاتبين ايه؟ المتهم في محاولة اغتيال وزيرة الصحة، عضو في خلية اغتيال السادات. عم درويش هذا للسادات. اتفضل يا دكتور، وانت حلو كده. ايه ربنا يستر. انت قدها وقدوم، ثم انت متنكر بالك انت يعني حته الموكيت اللي انا حاططها فوق راسي دي بتعتبرها متنكر؟ طب والله العظيم عامله فرق. مش كده؟ اسالني انا. اتكل على الله يا دكتور، ما تقلقش. ما لاقش ازاي بس وانا رايح برجليا للست اللي متهمني بقتلها. ويا عالم يا عالم هعرف اوصل لها ولا لا، ولو وصلت لها هتسمعني ولا لا، ولو سمعتني هتصدقني ولا لا. كله قلق في قلق في قلق. يا رب استرها يا رب. استنى عندك.